جونيور منديتا. لعبت بينيه خطيره جدا لو تلايم عليها، انما توصل تاني لسفليلي مخوليزي واليندي والهدف. شوفوا بقول لحضراتكم ايه الهدف الاول لفريق سان داونز. انت هاجم وروح زي ما انت عايز وفي الوقت المناسب. لسه بكلمكم على مارسيلو اليندي، بقول لكم هو من اللعيبه المميزه جدا في التسديد، لعيب بيجيد المتابعه الهجوميه. الشوط الاولاني كان ملتزم جدا بنص الملعب، لكن اهو لما زاد في الشوط الثاني في كره عرضيه لعبها من ناحيه اليمين، وكره عرضيه ثانيه اللي كان فيها متسلل، والكره الثالثه اللي متقدم فيها في العمق اهو اللاعب الشيلي مارسيلو اليندي. بصوا اللاعب الشيلي ده، بص لا مش اوفسايد، لا مش اوفسايد، مش اوفسايد. مقوليزي اتلعبت على طول لمارسيلو اليندي، جاي من موقف سليم. انما بصوا سفليلي مقوليزي عملها ازاي للخلف، وبعدين اتلعبت حلوه قوي قوي قوي. روعه روعه اللعبه البينيه ديت. يا سلام يا سلام على التمريره البينيه اللي فاتت دي. هدف تقدم لفريق ماميلودي سان داونز. مباراة تحول دفتها بالكامل في الشوط الثاني لصالح الفريق الضيف النهارده على ملعب 11 نوفمبر، ملعب لواندا اللي معقل نادي بيترو اتلتيكو. بعد شوط اول اهدروا فيه فرص بالجمله. وادي الكره تروح لجاستن سيرينو، عملها تمريره حلوه قوي وهو جول. ممكن يجي جول، ممكن يجي جول. والجول الثاني، الجول الثاني. يا 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 المباراة بقول لكم اتقلبت تماما. يا 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 على كرة القدم عندما تحب ان تعطي. شوفوا يا جماعة ازاي قلبوا الجيم في الشوط الثاني، وبيسجل الهدف الثاني. بصوا الكرة، يا سلام فيها ايه دي. شوف في انقطاع من المصدر، وادي الكرة اعتقد هيراجعها حكم اللقاء. بصوا المهارة، يا سلام يا سلام على المهارة. هدف تاني